وصفة خريفية كتير مميزة وكتير أهم إشي طيبة، ومن مكونات يلي موجودة بالبيت رح تطلع كتير فخمة وتبيض وجهكم. فقط نحتاج هاي المقادير لحتى نبلش بالمكونات التالية. خلت لكم المقادير بالكابشن لتقرأوها بتمعن وتركيز. فيلا نبدأ. بنحتاج 4 بيضات وبتحركوهم تحريك مستمر بهاي الآلة لمدة تقريبا دقيقتين. ودايما بضيف للكيكات المالحة بدل الفانيلا معلقة الخل، ونضلنا نخفقهم زي ما انتم شايفين. اهم اشي خفقهم يكون متواصل. وبعدين بنبلش نضيف المكونات التانية. الوصفة كتير سهلة. فهون بنحتاج لزيت تقريبا 3/4 كوب من الزيت. اذا بدكم تخلطوا الزيت، انا خلطت الزيت النباتي مع الزيت الزيتون، واضافت زيت الزيتون النكهة المميزة. وضفت حليب دافي، وهيك بنخلط المكونات السائلة. تخيلوا بس هدول المكونات السائلة. هلا بنبلش بالمقادير الجافة، لكن تنبيه، بنخلط المكونات السائلة لحتى يصير بهذا اللون. والفكرة والتكنيك ركزوا معي هون كتير منيح. بالمكونات الجافة بنضيف هون، أنا أضفت الطحين البلدي الحبة الكاملة، ما بدي الطحين العادي لحتى تعطي الإفادة والطعم الأزكى. ضفت كمان حبة البركة، طبعا هدول الإضافات اختيارية، والزعتر البلدي. وضفت أهم مكون الزعتر. الزعتر إذا كان عندكم طبيعي والفريش أزكى وأزكى، بس أنا كان عندي الناشف فما في أي مشكلة، ظهرت الطعم وكتير كان زاكي. وهاي هلأ أهم مرحلة اللي هي دمج الخطوات. بنحتاج المكونات السائلة نصير نضيف عليهن المكونات الجافة بالتدريج. وطبعا المكون الرئيسي كمان غير الزعتر يلي هو الجبنة البيضاء، بضيفها بالتدريج شوية منها، بضيفها قطع مكعبات أو زي ما بتحبوا، وبحرك المكونات على سرعة بطيئة حتى ما يتعبى الطحين في كل مكان. والمهم هون بنصير نخبي مقدار كمان من الزعتر بنضيفه هون، وبضيف كمية الطحين يلي ضلت، وبحط كمان شوي من قطع الجبنة. وضايل هيك بس نمزج كمان مرة الخطوات لمدة تقريبا دقيقة لحتى تمتزج ونتأكد انه كله تمام. وما بدنا نخلط كتير لحتى ما يصير مثل العجين. وإذا بتلاحظوا صار قوامه مثل الكيكة عادي، هذا اللي هو الصح، وهيك بدنا اياه تماما. وبنجهز هون القالب، اي قالب انتو بدكم اياه، كان دائري او مثلا زي هيك. انا حبيت اضيف معاه طحينية وزيت قلي. بندهن كل الاطراف وبنتأكد انه كل الاطراف عليها لحتى ما يلزق المكونات كلهم. بنضيف بالتدريج لحتى نساوي طبقات من الجبنة والزعتر، ونضيف آخر طبقة من الخليط يلي جهز معنا. وهيك بيكون جاهز نحطه بالفرن. بنحطه على شبك متوسط على حرارة 190. بعدين بنصير نوطي فيها شوي، بتتأكدوا إنها استوت لما تبلش الأطراف تتحمر عندكم، وتتأكدوا تدخلوا شوكة أو عود خشب وما يطلع معكم ولا إشي، تماما بيكون كله جاهز. وهيك بتتأكدوا إنه تمام صار. وأكيد بتنظفوا كمان الطبق عشان يطلع معكم بالشكل الحلو المرتب. وهيك كمان بضيف على آخر طبقة كمان الجبنة على الوجه. وأنا هون لأنه القالب هو بيصير بالعكس فظهرت هاي الطبقة تحت، فما في أي مشكلة بالعكس. بس انتوا إذا بدكم حطوها، إذا زي هيك القوالب هاي اللي بتقلب، حطوها تحت أول إشي لحتى تبين معكم. وزي هيك طلع شكلها، طلعت كتير بتشهي جد. هاي بتزبط لحتى تاكلوها كعشاء أو كفطور مع كاسة شاي، وجنبها زيت زيتون وكمان زيتون أخضر أو أسود. وصحتين وألف عافية. وبتزينوها أكيد بقطع الجبنة كانت مبشورة أو قطع زي هيك، وألف صحة. أكيد مرات مثلا بتحتاروا شو بتعطوا أولادكم أو أزواجكم أو أنتوا يلي بتشتغلوا مثلا على الشغل. فأنا شو بساوي؟ مثلا ماما علمتنا هاي الطريقة، إنه بعمل مثلا كيك المالحة أو أي وصفة وبتزيد مني مثلا كمعجنات أو هيك، باخدها بضبها بأكياس تفريز وبفرزها وبطولها لما حدا يشتهي، أو مثلا أحتار شو أحط. فمثلا زي هيك بكون خيار منقذ وسريع وبشبع. وأهم إشي إنه إشي يتحمل، أهم إشي إنه مدة الفريزر والتفريز بيتفرز بالطريقة الصح.
يتفرغ من الهواء بشكل صح، يتسكر كويس، وينحط على الكميات يلي على القد، يعني قد ما بدكم، عشان صعب يعني تطلعوه وهو مثلا مفرز. فزي هيك وبينضب. شو رأيكم بهالفكرة؟ حبيتوا ولا ما حبيتوا؟ كرما لا أمرا، فولو لايك كومنت وشير لتكبر عيلتنا ويوصلكم كل جديد وفيدوا غيركم. سلام.